ما دام انت دخلت لهذا الفيديو فانت تقدر تمتلك هذه الصفات: الاحترام، الهيبة، القوة. بس انا ما راح اعطيك اياها ببلاش، راح اخذ بالمقابل تركيزك واهتمامك ووقتك الغالي، وراح اشرح لك 10 مفاتيح راح تفتح قيود الكاريزما اللي بداخلك. وتذكر كلامي حرف حرف، انا ما مسؤول على اي تصرفات شريرة تطلع منك بعد ما تمتلك هذه القوة العظيمة، لان الكاريزما قوة خفية ما يحس بها الا صاحبها. وبدون حكي زايد خلونا نبدأ. أول مفتاح هو الثقة بالنفس. جامعة هارفارد توضح أن الثقة بالنفس لها تأثير كبير على الأداء والتفاعل الاجتماعي. مثلا إذا كنت تحضر مقابلة عمل، حاول تكون واثق ومريح، خلي كلامك واضح وصوتك ثابت. تذكر الثقة تعطي انطباع قوي، مثل ما تقول الدراسات الثقة بالنفس تعزز قدرتك على التأثير. دائما خلي نفسك بسيناريوهات وهمية تكون بيها واثق من نفسك، ومع الوقت راح تلاحظ الفرق. ثاني مفتاح هو الاستماع الفعال. دراسة من جامعة ستانفورد بينت أنه الاستماع الجيد يقوي الروابط بين الناس. مثلا إذا صديقك يحكي لك عن مشكلة، خلي اهتمامك الكامل على حديثه، وسوي أسئلة تساعد على التعبير. مثل ما توضح الدراسات، الاستماع الفعال يبين أنك مهتم ويعزز الثقة بينك وبين الآخرين. حاول تكون صبور وتتجنب المقاطعات، وهذا يعزز من احترامك وبالتالي يقوي الكاريزما. ثالث مفتاح هو التواصل البصري. جامعة كاليفورنيا أشارت إلى أن التواصل البصري الجيد يعزز من تأثيرك الشخصي. لما تتحدث ويا شخص، حافظ على التواصل البصري، يعني اجعل نظراتك طبيعية وودية، وحاول تكون مستعد للتفاعل. الدراسات تقول أن النظر في عيون الآخرين يعزز من التواصل ويظهر اهتمامك. مثلا في اجتماع أو نقاش، التواصل البصري يعزز من مصداقيتك، وبالتالي العقول الباطنية راح تحس بثقتك وقوتك، ووراها تلقائيا راح تكون محترم. رابع مفتاح هو الطاقة الإيجابية. دراسة من جامعة ميشيغان توضح أن الأشخاص الإيجابيين يؤثرون بشكل إيجابي على من حولهم. مثلا لو جيت مع مجموعة من أصدقائك، حاول تكون متفائل وتجنب الشكوى. الناس يميلون لقضاء وقت ممتع مع من ينشرون الإيجابية. مثل ما تبين الدراسات، الطاقة الإيجابية تجعل الناس يشعرون بالراحة ويحبون التواجد معك. ومع الأسف 99% من الناس يتخيلون الكاريزما عبارة عن شخص عبوس ومكتئب، بس هو مجرد شخص عاقل وما يبين للناس ضعفه حتى لا ياخذون عليه نظرة مو حلوة، وحتى يصير شخص مسؤول نظرهم وبالتالي يكسب احترامهم. خامس مفتاح هو الصراحة. جامعة شيكاغو أكدت أن الصدق يعزز من الثقة والموثوقية. مثلا إذا جيت تواجه مشكلة، حاول تكون صادق في تعبيرك. مثل ما توضح الدراسات، الأشخاص الصادقين يعتبرون أكثر موثوقية ويكتسبون احترام الآخرين. الصراحة تعزز العلاقات وتجعل الآخرين يثقون بك بشكل أكبر، وهذا المطلوب، أنه الناس تصدق كل حرف يطلع من فمك بدون ذرة شك بصحة كلامك. سادس مفتاح هو لغة الجسد. جامعة ميامي أكدت أن لغة الجسد المنفتحة تجعل الناس يشعرون بالراحة. مثلا حاول تتجنب وضع الأذرع على صدرك أو إغلاق جسمك. استخدم حركات جسدك بشكل منفتح وودود. الدراسات تبين أن لغة الجسد الإيجابية تعزز من التواصل مع الآخرين وتبني علاقات أقوى. ولغة الجسد أقوى من الكلام، لأن الناس تحب تشوف أكثر من السمع. الناس تريد تحترم واحد يجيد إيصال أفكاره بكل سلاسة بدون كلام زائد. سابع مفتاح هو المرونة. جامعة كورنيل توضح أن القدرة على التكيف مع مختلف المواقف تعزز من الكاريزما. مثلا إذا كنت في نقاش وواجهت رأيا مخالف، حاول تتكيف مع الوضع وتفهم وجهة نظر الآخرين. المرونة تبين أنك منفتح على الحوار ومهتم بآراء الآخرين، وهذا يعزز من تأثيرك الإيجابي. الناس تريد واحد متفهم ويفهم أفكارها بدون مشاكل، بالتالي هم أيضا راح يفهمون أفكارك ويحترموها. ثامن مفتاح هو احترام آراء الآخرين. جامعة إيل أكدت أنه احترام آراء الآخرين يعزز من التفاهم المتبادل. مثلا حتى إذا كنت تختلف مع شخص، حاول تحترم رأيه وتناقشه بشكل مهذب. احترام وجهة نظر الآخرين يعزز من علاقتك بهم ويجعل الحوار أكثر فعالية، وهذا المطلوب. احنا كأشخاص كاريزما نريد من الناس فرصة للتكلم واقتراح آرائنا، بس لازم بالبداية احنا نعطيهم الفرصة حتى نفهم طريقة تفكيرهم ونحللها ونجاوب عليهم على أساس طريقة تفكيرهم. تاسع مفتاح هو التعاطف. دراسة من جامعة بوسطن
أظهرت أنه التعاطف يعزز من العلاقات الشخصية. مثلا إذا كان أحد أصدقائك يمر بوقت صعب، حاول تفهم مشاعره وتقديم الدعم. التعاطف يعزز من شعور الشخص بالراحة ويجعل الناس يشعرون بأنك تهتم فعلا، بالتالي يحبوك أكثر، احترام أكثر، كاريزما أكثر. عاشر مفتاح هو المهارات القيادية. جامعة كامبريدج توضح أن المهارات القيادية تساعد في تعزيز الكاريزما. مثلا إذا كنت في مشروع جماعي، خذ المبادرة واتخذ قرارات بثقة. القيادة تعزز من قدرتك على التأثير وتدفع الفريق نحو النجاح. خلي قراراتك تكون مدعومة بأدلة مقنعة، وحاول توضح سبب اتخاذك لهذا القرار، لأن الناس تخاف من أي شيء مبهم وتحب الأمور الشفافة. هاي كانت نصائحنا لتطوير الكاريزما. جربها وتمرن عليها، ومع الوقت راح تشوف فرق كبير بتواصلك وتأثيرك على الآخرين. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسون تشتركوا بالقناة، ومع السلامة يا حبيبي.